معاشر الطالوتين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللايف للمره الثانيه. للاسف طاح اللايف كما هي عاده الطبات دائما السنيال، لانهم يتالمون من حقيقه دينهم. نقرا لهم من قرانهم ونقرا لهم من كتبهم الصحيحه، لكنهم يتالمون، لكنهم يتوجعون، لكنهم يبكون. ما هو الحل؟ هو اسقاط اللايفات. تبا لكم ولما تعبدون، تبا لكم ولعقلكم، تبا لكم ولخططكم. مازال لقاو حل تخي بيانطون هذه المساله هذه. ميرسي هاجار، ميرسي سيلين، ميرسي سيادنا، ميرسي لكم كاع. خاصنا شي حل هذه المساله ديال ان بنادم كيكون كيهضر وكيطير لايف، لان فريمون سي با براتيك. مي سي تخي بيانطون ان شاء الله اون فا ديميناجي فيغ لو كيك. اشو اريح راني نقول لك، غادي نمشيو للكيك، غادي نخدموا خدمه نقيه، نضربوا اللايف ديالنا ترانكيل. عرفتوا شحال من واحد، عرفتوا شحال من واحد دار تيك توك على قبل طالوت العظيم سبحانه وتعالى؟ عرفتوا شحال من واحد كيقول لي راني درت انايا تيك توك على قبلك يا طالوت؟ شحال من واحد؟ بزاف كيقولوا لي درنا اللايف اولا درنا بزاف كيقولوا لي درنا تيك توك على قبلك يا طالوت. وهاد القضيه ديال اللي داروا معايا الناس في تيك توك غادي نديروها حتى في الكيك. الناس اللي ما عندهمش كيك وما عمر سمعوا بكيك غادي يتيليشارجيو الكيك باش يتبعوا طالوت العظيم سبحانه وتعالى، لانه خادمهم، لانه عبدوهم، بل عبد لعبدهم. انا عبدكم بل عبد لعبدكم، ومملوككم إذا أردتم في التجارة. الله أرانا ديك القصيدة، أرى لينا طالوت، أرى لينا يا طالوت يا شاعر يا فنان يا عظيم، أرى لينا يا خويا. فين تلقاو هذا؟ تلقاو المعلومة، تلقى الشعر، وتلقى الأداء، وتلقى منها وتلقى من أريح. راني نقول لك راه طالوت العظيم هذا، ريح راني نقول لك. لهذا العظماء لا يصلح لهم إلا العظيم. ما لذات العيش إلا صحبة الكفارة. الله هم السلاطين والسادات والأمراء، هم الكاتبات مع طالوت في حبهم، حار الجمع فيهم وإعجاز الشعراء. أنا عبد لهم بل عبد لعبدهم، ومملوكهم إذا أرادوا في التجارة. الله في لايفهم حب علم ثم زد نكات، في جمعهم تحرم الطبات أن تذكارا، فخلعن عليك وخفض جناح الذل لهم، فالجرذ بالدبزات والحر بالإشارة. إذا صعدت في اللايف قل خيرا عندهم، تكرم وإلا ستنزل حتما صغيرا. الله سيدي. قالوا عنهم أطفال، قالوا عنهم أطفال مغرار بهم، هل لكم من برهان أم زعموكم ثرثارا؟ وكل من عاداهم وطالاهم بالآذى، عليه كل اللعني وليخسأ منداحيرا. ربي هم فتيات كفاروا بالخر في جملتان، وصدقوا العلم في ما بالجزم أخبارا، فليشهد الكون أنني بكم مغرام، صب ولوصلكم أعيش مفتقيرا. أدام زوت علوكم وصالنا خالدان، ومن عادانا بالغيظ علا أن يقبرا، ومن عادانا بالغيظ علا أن يقبرا.
ومن عادانا بالغيظ علن يقبرا ومن عادانا بالغيظ علن يقبرا قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم يا معاشر الطبات فإن الكتيبة وخادمها طالوت العظيم في ذلك على ذلك العرش في سدرة المنتهى مرتقون وإن مجلسهم عليكم محرم ولا يصلح لكم إلا البخرارب فابقوا فيه ماكثون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا في البخرارب ولا تكلمون قال اخسئوا في البخرارب ولا تكلمون فإن مجلسنا محرم عليكم 1000 سنة فإن مجلسنا محرم عليكم يا معاشر الطبات. كي جاكم القرآن الله حتى صايبت آيات نقيم كوني ادعيت النبوة يا رب الله تمليح كراني شابع ملك اليمين وملك اليسار وملك الرجل اليمين المهم ملك الودنين كتر بزاف الميلكات الميلكة ومواهبة النفس ربي مرحبا سيادنا مرحبا. يلا نبداو اللايف رقم 2 طاح اللايف رقم 1 انديمار لو دوزيام لايف. كنا كنهضروا قبيله على ولاد ابراهيم ولاد اسحاق ويعقوب ولاد اسحاق هذوك ولاد اسحاق ويعقوب حتى هما الموضوع في الهضره فيهم شويه ريسكي حاكمين العالم. قرا ما تيسر من سوره الاعراف. حنا كنصايبوا القران ديالنا. ابل يا يوزر يا عمري شكرا لك جزيل الشكر مرحبا بك مرحبا. السلام عليكم. كنا كنهضروا في موضوع طار لينا اللايف توضر لينا الموضوع. عليكم السلام حديث مرزل مرحبا. حديث وفيك راس طالوت العظيم مرحبا سيدنا سيدنا العظيم نسبح بحبك ليل نهار. مرحبا سيدنا الله يحب لك شوف راك فوق الراس والعين الله صراحة. انت راه هذيك اش كيقولوا سوسو يا رب ميرسي سوسو عز واعتذر اخي طالوت والله لا اعتذر لك لانه زدت عليك العظيم مازال ما حنش عليا باش نتهلا فيك اصحابي. لا ما تهلا ما والو اصلا باش تسوق واحد القضيه راه ما نبقاوش في التيك توك لانه سوق واخا كيدي 70% صاحبي ماشي بحال هو اللي كيفكر معايا. نو تيك توك يتخربيقه توك توك كنديبانيو به بالعربيه. تيك توك راه بوغ ديباني باش نستريميو اما في يوتيوب اما في الكيك سالينا. تيك توك بلاتفورم دو ميرد لا تصلحوا لي لايفات هكا وانت تهضر تلقى راسك في ما تخربيقه اون بليس كيدي 70% وما حتى حاجه ما في تيك توك مانيش عارف كاع علاش نجح واللي ما فهمتوش علاش ما عندوش كونكورون. علاش ما كاينش شي شركه في امريكان مثلا دارت بحال لو ستيل تيك توك وتجيب لي زوبسيون تنافس في الثمن تنافس في حوايج اخرين تنافس في لا توليرونس بحال في يوتيوب دابا الا درت فيه لايف ما غاديش يكون قاصح بحال تيك توك ولا في الانستغرام. هو تيك توك عيق كاع رب وتاعنا ما نهضروش كاع ولا مالك اصاحبي. حنا كنقراو لكم ما قال الرسول وكنقول قال الامام البخاري في صحيحه قال الله تعالى في زميطاته وطير لي اللايف لا بزاف. انا تيك توك يجيو 4 5 الناس يسينيالاو ويطير اللايف ابرهوش ديال امو وكيبغي هو الفلوس خاصك الجوالات وكبيسو وزبيلو وداكشي ديال المرض اللي انا ما يخدمليش. لو كان كي كتمشي غدير مانيش عارف انا ما عمرك ستريميت في الكيك ولكن كنظن غادي يكون اون بلاتفورم سيريوز باش الانسان يقدر يعبر على راسه. وتكيز الله يطير هذا ايوا الا طار واش غندير على اي الهنا العظيم لك من كل الحب والاحترام. انا طلعت صراحه غير باش نتشرف باش انني نعبر على الامتنان ديال هادشي كدير فيه لانه ماشي من اجلنا حنا راه خرجنا وحنا الفوطه. انا راه في عمري 56 سنه راه انا حيد عليا من واش تقول السي الحديث وفكر يقول لك كيتبعوا الدراري ديال 14 عام دراري صغار ما فاهمينش
انا صغير، انا عمري ما حطيت، انا كانت عندي حساسيه غير في عينيا، داني الوالد واحد الورا الجا مسكين واحد الوقت، وبقاو قالوا لي واقع جدي تما راه غادي يقتلوه غير عندي حساسيه. ولكن ملي كنشوف غير، انا صراحه ديك الساعه كاع ملي كنفكروا حنا في واجب الوجوب وهاد التخربيق الخاوي، ملي كتدخل حاشاك غير عزكم الله بين قوسين المراحيض وكتشوف هذوك الطويسات اللي كيتوضاو هاد حاشا مقزيز صديقي. فهمت كيفاش؟ انا من تما كرهت كلشي لحد الفوط. انا انا ما احتاجيتش انايا نقول هذا واش داير، انا ما احتاجش الكرسون ديال فلانه ولا هذا نقلب فيه واش ايوا والله يدير شي تاويل. الله يدير شي تاويل. انا بغيت غير نشكرك على شي كدير فيه، لانك انت كتحط لهم التفصيل والتدقيق، وهذا الشيء حنا في هذا الجيل ديالنا الحالي نقدر نقول لك حنا كاع ما محتاجين، ولكن الاجيال القادمه، لانه هذا يبقى للتاريخ، فهذا هو الاهم. استمر هذا خويا. شكرا سيدي الحديث، الله يوفقك ان شاء الله. الفاء اقبل راسك، هادشي كدير فيه استمر. شكرا سيدنا. انا جوردان الله يحفظك. الله يعطيك الخير سيادنا. وشعرونا هو طلع توا باغي نشكروا على ما كيقوم به وزاكي وبزاف ديال الاخوان وكذلك الرواندي كل في موقعه. الله يحفظكم ليا والله يعزكم، لازم الشركه كديروا فيها راه من اجل واحد، كتحاربوا واحد احد اهم اسباب التخلف ديال المجتمع ديالنا والمجتمعات كاع اللي بحالنا. الله يعزك ليا بين قوسين، حتى هذه غير ثقافه كبرنا عليها. ان شاء الله. تحياتي سيدي الحديث، وشكرا بزاف انك طلعتي له والله العظيم. الى الله يكبر بين قوسين عاوتاني، الله يكبر بك. ما تنسى من هذا الهضره هذه ضروري. انا غادي نزال لك مني كل الشكر والامتنان. يلا سيدي شكرا. شكرا شكرا سيدنا، بارك الله فيك، احسن القول. اهلا 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 سيدنا، كي داير؟ بخير كويس مزيان يا ربي. ما الناس اليوم في اللايف يا ربي، ما الناس اليوم راني مريقل راني واعر. عيد مبارك سعيد لكل الكتيبه كامله، عيدكم سعيد ونتمنى تكونوا بالصحه والسلامه وتوصلوا للمليون دولار في اقرب وقت، ونحتفلوا كاملين بالمليون دولار. من هنا العيد الجاي خصنا نكونوا كاملين درنا مليون دولار. والاخوان كاملين اللي هضروا معايا في الشاط شكرا لكم، وراكم عزاز وغاليين، ورحنا عائله وحده. وديما المحبه في سيدنا وحبيبنا طالوت العظيم. شكرا سيدنا. خذ الكلمه خي سمير. السلام عليكم. سلامة الله. إلهنا العظيم، كيف الحال؟ مرحبا سيدنا، على سلامتكم. أسيدي تحية لك من دولة ألمانيا إلى المغرب. الله أكبر، أحسن دولة في العالم. مرحبا بكم سيادنا، كيعيش مزيان؟ أمورك طيبة؟ بارك الله فيك السي طالوت، أنا من أحسن المتتبعين ومن أكبر المتتبعين لك، فأنا أحبك في زتوعك العظيم. والله كل الحب لك، ونتمنى حتى ذكرى المار، حيت راه سمعت دايرين تما المظاهرات بغاو يردوا تما الخلافة. لا أنا ساكن في واحد المنطقة الشرقية في الألمان، داكشي ممنوع ديال ما كايناش الابتسامة مزيان. راه شوف الديمقراطية راه غير تخربيقة الصراحة. لا صراحة ما يسوق له الإعلام لربما ليس حقيقي. المهم أنا المنطقة فاش كاين هي منطقة يعني هادئة جدا، يعني حتى الناس العرب وداك الشيء قلال. يا شرشابيل يا عمر، يا سيدنا شرشابيل توحشناك سيدنا. يا شرشابيل يا عمري، واش عرفتي واحد القضيه السي طالوت بغيت نقولها لك؟ قول. كنكون في الخدمه ديالي وكندير الكاسك وكنتسنت لهذوك الفيديوهات ديالك اللي في اليوتيوب، وحق الله العظيم لا استمتع. شكرا. نتمنى مسيدي مولانا زوتو عليكم ما يحشمناش معاكم، الله يجيبنا في الصواب، رغم ان ما كنقولوش شي حاجه زعما. وربه ماذا يفعل شرشابيل في هذا اللقاء؟ مائدة الإفطار على الخروف. يا شرشابيل إن قلبي الصغير لا يتحمل يا شرشابيل. تحية الأكبر شرشابيل وأحسن شرشابيل من القدماء المحاربين معنا شرشابيل. هذا يكون عنده القراط ديال سأجلسك على العرش يا شرشابيل يوم القيامة. شكرا لك سيدنا سمير، كنشكرك على كلامك الطيب والجميل. ميرسي سيدنا. إلا عندك شي آخر كلمة سيرون. بغيت نقول لك واحد القضيه قبل ما ننزل.
وبغيت تعطيني الراي ديالك فيها، الله يجازيك بخير. الله يسمعنا في طنط. انا تزاديت في واحد الاسره اللي محافظه جدا، يعني كان فيها الدين بشكل كبير، والابوين ديالي الام والاب ديالي يعني زاروا مقام النبي، مشاو للحج كذا، سمعتوا تصرات فيها فلوس اخي طالوت اللي لا لا بصراحه ما كان ما انا كنت ضد هادشي. ولكن كنلقى بان في الثقافه، يعني في الثقافه ديالنا وفي الثقافه المغربيه، ان مثلا ملي كنهضر مع الاب ديالي رغم انني بعيد وداك الشيء، كتلقى بان المسائل اللي عندها علاقه بالثقافه ديالنا بخصوص العيش هو سميتو كاين فرق. ملي كنهضر مع الاب ديالي، لان الاب ديالي شي شويه كبير في العمر، ربما 78 عام تقريبا 76، اول عام. كتلقى بان الاغلبيه ديال الكلام كيميل لما هو متعلق بالماء، حنا قضينا العمر ديالنا ساليناه فكينا. ولكن هنا في اوروبا كنلاحظ العكس، كنلقى مثلا الانسان 78 عام تتلقاه يلاه تيجري، يلاه تيقاد الحياه ديالو، يلاه تيسالي لراسو. يعني هذه القضيه كتبان لي غريبه جدا، وكنلقى بان الدين يعني خلى الانسان انه ما يعيش الحياه ديالو كما بغا. واش كتفق معايا في هذه الفكره هذه ولا ما كتفقش معايا؟ هذا هو السؤال، هذه هي الملاحظه اللي عندي، ولا بغيت تهبطني وتجاوب عليها ما كاينش مشكل. واخا سيدنا لا كونتيستاسيون نون ابروفي بالنسبه لو كونت برينسيبال مع الاسف. سيدي سمير، هذا الكلام اللي قلته هذا كلام سؤال صراحه مهم جدا جدا جدا، وخاص كل شيء يسمعه. دكتور عصام مرحبا يا عظيمتي، شكرا شكرا. سؤال عميق جدا. غير قرب المايك يا سيدنا سمير باش وانت وجدي باش نقدر نهضر. ميرسي. هذا السؤال اجتماعي اكثر من انه تقني او ديني او فلسفي او غيره. احنا عندنا في العقليه الاسلاميه والمغربيه وتقريبا تكون كاع العربيه حتى هي عقليه انك تعيش كي تموت. هذه القاعده، انت ولدت لتموت. هذا هو العنوان الكبير اللي كنهزوه فوق راسنا وكنتمشاو به في الزنقه. نحن في هذا الكون وجدنا لنموت، بمعنى ملي كتزاد، ملي كيودنوا لك في ودنك النهار الاول وانت يا سي طان بروجي ديال واحد الانسان غيموت، كيبداو كيقريوك نعم سيدي. ملي كتقول الله اكبر، قول الحمد لله، كل باليمين كل بلا يسار، دخل بيت الماء كدا فعل ترك. هادشي كامل علاش؟ لان كيقول لك هذه الدار دار امتحان، ودار الجزاء هي عند الله عز وجل. دونك انت حياتك كامله كابر في مخ ديالك انك انت هنا دو باساج. دونك خاصك توجد راسك للرحيل. ودائما في المواعيظ، في الخطب، في الجمعه، في اي بلاصه كيقول لك الزاد قليل والسفر طويل والبكر البلدي. دائما عندنا هذه الفكره ديال اننا غادي نموتوا. ونحن كمسلمين او كنا كمسلمين دائما نعيش كي نموت. حتى في الخطبه ملي كيجي يدير لك واحد الدرس ولا في شي تمشي غير للعرس، تخيل انت غادي للعرس ولابسه تكشيطه ورا الشريحه ديال الثمن ديال العبار ديال 20 درهم، وبنادم داي الكادو حتى هو ساوي حتى هو داي شي كاشه ولا داي شي صباط صغير وفرده كبيره. المهم غادي للعرس حتى انت باغي تفرح وباغي تنشط، وحتى انت باغي تفوج وتبدل شويه الزمر وتنسى الكريديات والهموم والمشاكل ديال الخدمه. حتى تلقى واحد الفقيه تما قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم واش قال؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي لسقى الكافر منها شربة ماء. يعني باغي يفهمك بلي الدنيا غير تخربيق وغير تبيز وما تسوى والو وما تحركش راسك وما تمردش راسك، وخاصك تبريباري راسك. وان الدار الاخره لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. مرضى صح، خطاب دو ميرد. شكرا يا الحمار. دونك وبالتالي انت كابر بهذا الستيل هذا، كابر بهذه العقليه، كابر بهذا المرض، كابر بهذا المرض. علاش انت كابر؟ باش تموت. وبالتالي ملي الانسان كيكون صغير ديما عايش بتأنيب الضمير، ديما مريض. ربو هذا المسلم ديما مريض.
ديما مريض، ديما منكري، ديما الدريه مثلا ما ديرش الحجاب فرضا، دارش الحجاب ولكن ملي كيجبد لها شي واحد هذا الموضوع ايوا تبقى تحس بالتزيار، تبدا تحس بالتزيار. ايوا من الله يرحمنا منا ربي يدير لي شي حتى دوك الممثلين والفنانين كتشوفهم شي مره كيجيبوهم هكا دايره البودوري والحميري والفيلار والفيطاج والميكساج، ولكن اون ميم طون في لو فون ديالها مريضه وهي راه ستار معروفه وكدير الاشهارات غاليين مع اتصالات المغرب ومع كوكا ومع تويوتا وكتخلص مزيان، ولكن ان فوا يجيبوا لها تلقاها مزيره من الداخل ديالها ما مرتاحاش عايشه الضنك. هذا هو اللي قال سيدي ربي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره من القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا عندنا هذا البروبليم، دائما المسلم مريض ما يقدرش يعيش، مبرزط الدري تلقاه مثلا عنده 25 عام 25 عام ما مزوجش على الله، مشى شي نهار جلد العمير شي لحيه كما قالوا بكري اذا حللت بواد لا انيس به فاجلد عميرة لا اثم ولا حرج. اذا حللت بواد لا انيس به فاجلد عميرة لا اثم ولا حرج. كتلقى يجلد العمر يمرض فيها 15 يوم 20 يوم هو مريض منا والله قال فرجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم العادون. كن موت وربو يقبلش مني مريض. اش درت انت اش درت؟ انت جلدت عميرا وهذه طبيعة بشرية وطبيعة حيوانية، ولكن تعيش بها مريض مرنك. طبعا داكشي المرض كيكون قوي بدرجة الإيمان ديالك، شحال ما كان الإيمان ديالك قوي شحال ما غتمرض على هاك وهاك. اما الا كانت عندك شي وحده كتقرا معاك شي نهار ومشيت حتى بزتها شي عشيه وبدا قوادت عليك ما تنسالكش واش ربي غيغفر ليه ولا ما غاديش يغفر ليه، واش غادي بيتيتي. اما الا مثلا مشيت وشريت شي مره تزيرت مثلا في الشركه وسخن عليك جيبك شويه ومع شويه لي بريم مع كذا، كنت خدام في سونتر دابيل وعطاوك السي دي ديالك ومشيت تحمست مشيت للبنكه وقلت لهم راه كاين واحد الضحى بغيت نشريها ومشيت شريت بارطمون وانت لحيه انت دياني وداروا لك كريدي على 20 عام 17 عام، وتخيل انت من 20 عام وانت تخلص فيه، وجا واحد السيد قال لك اودي ان الربا كذا منا قوادت عليك وحل الله البيع وحرم الربا ومن اكل درهم ربا كانما اتى امه في المسجد الحرام، وبقى يجيب لك شي قصاء وبو يا رب كي غتعيش يا رب. تخيل انت دار عايش فيها ما عندكش فين تمشي، انت اصلا التريطه فيها 3200 درهم خاصك تخلصها، وإلا مشيت تكري غادي تكري ب 4000 درهم نفس الدار ولا 5000 درهم، كتقول اللهم نبقى في داري نخلص التريطه ديالي، وميم طون ما قادرش تشري الكريدي ديالك ما قادرش تخلصهم، وميم طون ما قادرش تسمح في الدار لان ما عندكش كي دير، انت ديجا مخلص لهم 4 سنين بقات لك 13 عام. واحد القواده غتعيشها في ليله ولا ما تعرفش، مريض ولا تهرس لك ولدك دوله ودي بسبب الربا، جراو عليك من الخدمه بسبب الربا، زلقت مرتك في الحمام بسبب الربا، تخشات لك شي تورنيفيس في صبعك بسبب الربا، جيت ذبح الحولي ذبحت صبعك بسبب الربا. اي مشكل غادي يكون عندك، اي مشكل غادي يكون عندك في حياتك مهما كان تافها تبقى ديما انت رابطو وحق الربا. علاش؟ لان الله قال لك في القرآن انه اللي دار الربا فان الله يحاربه، فاذانوا بحرب من الله ورسوله، فاذانوا بحرب من الله تخيل انت معايا واحد الفقيه، دابا راني كنبدل الموضوع ولكن معليش راه كلشي شي داخل في شي. تخيل معايا الله عز وجل كيهضر معاك اولا شي فقيه كيقول لك راه قال لك الله شنو هذا عاوتاني شحال من فنان قطع رسومات وحرقهم اكزاكتومون الملكه بلقيس وغادي نرجع لك. شحال من واحد قال لك فإن لم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله شكرا صام
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انت دخل في حرب في القيرة، تخيل انت مخاري مع الله تعالى شخصيا، تخيل معايا انت يا داخل في حرب مع الله خالق الأكوان. هكا يقول لك ذاك الخطيب جمعة: عباد الله اعلموا أن لله حرمات وأن لله حدودا فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اعلم يا عبد الله أنك إن اشتريت بيتك بمال الربا فإنك تحارب الله عز وجل، تحارب إلها خلق السماوات والأرض ورفع السماء بغير عمد تراها، تحارب من خلقك ومن رزقك ومن فضلك على كثير ممن خلق بالأمانة، ورزقك زوجا صالحا، ورزقك أطفالا، ورزقك مالا، ورزقك صحة، ورزقك ذكرا، ورزقك صباطا، ورزقك سروالا، ورزقك تقبة، ورزقك، ثم تحاربه بالربا. فكيف سيكون مآلك؟ وكيف ستكون معيشتك؟ وكيف سيكون مردك إلى الله يا عبد الله؟ اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. غادي تخرج ربك من التروماتيزي من الخطبة، غادي تخرج متروماتيزي، تخرج مريض، تخرج مقلوب، حياتك ستدمر، لأن الفقيه قال لك قوادت على ربك أنت تحارب الله وانت مخلص فيها 5 سنين وباقي لك 15 عام وما عندكش كي دير، حياتك ضنكة، حياتك ضنكة، غادي تعيش المرض، ما قادر دير والو في حياتك، ما تقدرش، لأنك ما غاديش تنسالك بأنك تحارب الله والرسول، ما غاديش تنسالك. كاين اللي في البنك خدام سالاريي شاف داجونس، مشى شي واحد عمر له راسو وديميسيونا من البوست كيتخلص 13000 درهم 14 15 بلي بريم يقصل حتى 20000 درهم، وحتى هو داير اللوطو بالكريدي والدار بالكريدي والمراتي ويسمح في البوست، كاين اللي عنده بوست كبير من شاف داجونس، كاين اللي عنده بوست فينانسي في دي غروند ملتي ناسيونال يقدر يتخلص 5000 اورو 10000 اورو 20000 اورو يتخلصها نت، لان عنده بوست مقود، عنده بوست في بانكا كبير، خدام في السياج وشاد شي حاجه كبيره، يسمع هاد الهضره ويسمح في البوست ديال 20000 اورو ربك باش يولي يخدم ب 7000 درهم و10. لا علاش؟ بسبب فقيه قال له تحارب الله والرسول. هذا حقيقة الدين يدمرك يا ربك، هذاك تأنيب الضمير يدمرك. ولهذا إجابة على الشيخ سمير، أنت تعيش كي تموت، أنت تضحي. بالعكس من هذا الناس اللي في ما نقول ديك السميه واش ما يطيرش اللايف، أصحاب الرايات السود راه مستعد أن يفجر نفسه في الطوبيس معك نورمال. علاش؟ سي تا راكورسي، يمشي ديريكتوم وينكح الحريات، ما يضيعش الوقت. هو إلا غادي هو عنده 25 عام وغادي يتسنى واحد 50 سنة باش يلاه يدير 75 عام باش يموت، باش يمشي ينكح الحور العين. 50 عام بزاف، 50 عام بزاف، 50 عام نمشي نتفرقع في شي طوبيس باش نموت سير بلاص، باش نمشي دابا ننكح، انا مزروب، انا واقف راني فهمت، خصني دابا نقضي الغرض. يا ربي يا رب. هذا هو. دونك نحن خلقنا لنموت خاصة. شكرا سيدنا سعد، شكرا. خاصة الانسان ملي كيكبر في العمر، الانسان ملي كيكبر، ملي اصحاب لانتريت، لا هضر صحاب لانتريت هضره اخرى. دابا كنهضر لك على لي جون، دابا نهضر لك على صحاب لانتريت. بنادم ملي كيوصل لانتريت في المغرب عندنا،